ناس كتير فاكره ان الاعداد البدني مجرد جري وتمارين غريبه وخلاص، بس الحقيقه ان الاعداد البدني هو الاساس اللي بيخلي اللاعب يأدي باحسن كفاءه على مدار الموسم بدون ما يهبط او يتصاب. يعني لو عندك لاعب سريع او قوي بس نفسه ضعيف هيبدا قوي ويتعب اخر الماتش، او لو قوي وجسمه مش متوازن ممكن يصاب بسهوله. هنا بيجي دور الاعداد البدني. الاعداد البدني بكل بساطه هو عمليه تطوير لقدرات الجسم علشان يخدم الرياضه اللي اللاعب بيمارسها، وده بيشمل كل عناصر الرياضه زي السرعه، التحمل، الرشاقه، المرونه. وعلشان نفهم الموضوع اكتر، الاعداد البدني بيتقسم لنوعين. اول نوع الاعداد البدني العام، وده بيكون الهدف منه بناء قاعده سليمه للجسم زي تمارين الجري، الكور، التوازن، تمارين القوه العامه، وكذا عنصر لازم يبقى موجود لان ده مهم لاي لاعب. النوع الثاني والمعقد اكتر الاعداد البدني الخاص، يعني لاعب الجودو مثلا محتاج اعداد بدني خاص مختلف عن لاعب السباحه او لاعب كره القدم. طيب المعد البدني الشاطر بيعمل ايه؟ الموضوع مش انك تطلع اللاعب ميت من التعب، بالعكس المعد البدني الشاطر هو اللي يوصل اللاعب لاعلى مستوى باقل مجهود، يعرف امتى يزود الحمل وامتى يقلله، يعرف الفرق بين تدريب ناشئ او لاعب محترف، ويحط جدول مناسب للهدف ونقط الضعف اللي موجوده عند اللاعب، ويفهم ان الراحه والنوم والتغذيه جزء مهم ومش منفصل عن الاعداد البدني. كمان لازم يفهم تشريح الجسم والاصابات وانظمه الطاقه، يعني يعرف ازاي يشغل الجسم صح في الرياضه اللي هو بيلعبها. ومن اكبر الاخطاء اللي الناس بتقع فيها ان هي تجيب جدول من على النت وتبدا عليه من غير ما تحلل الاحتياجات وتعرف المتغيرات اللي هتشتغل عليها، ده ممكن يسبب لك اصابات او اجهاد او تعب مستمر. في النهايه اساس اي لاعب هو الاعداد البدني المظبوط، لازم تعرف ان من غير الاعداد البدني المظبوط مش هتعرف توصل للاهداف بتاعتك. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. استنى الفيديو اللي جاي.